هل سمعت من قبل عن لاعب يعتبر القلب النابض لفريقه؟ لاعب يقود فريقا بأكمله على كتفيه ويكتب التاريخ بأهدافه الحاسمة، اسم ربما لا يسلط عليه الإعلام العربي الضوء كما يستحق، لكنه يواصل الإبداع في أوروبا. هذا هو أيوب الكعبي، المهاجم المغربي الذي قاد أولمبياكوس لتحقيق إنجاز أوروبي استثنائي. دعونا نتعرف على قصته. نادي أولمبياكوس اليوناني نجح في التأهل مباشرة إلى دور 16 من الدوري الأوروبي بعد أن أنهى دور المجموعات بفارق نقطة واحدة فقط، ولكن السر وراء هذا الإنجاز اسم واحد فقط: أيوب الكعبي. الفريق سجل 9 أهداف خلال هذه المرحلة، والكعبي وحده سجل 7 منها، ثنائية أمام كاراباخ، ثنائية أمام سيبورتينغ براجا هدف الفوز، أمام بورتو في ملعب الدراجاو هدف الفوز، أمام مالمو في السويد هدف، أمام رينجرز منح فريقه نقطة ثمينة. هذه الأهداف لم تمنح الفريق التأهل فقط، بل جعلت أيوب الكعبي هداف الدوري الأوروبي ب7 أهداف وأكثر لاعبا مساهما في الأهداف خلال البطولة بعد دور المجموعات. لكن القصة لا تنتهي هنا. هل تعلم أن أولمبياكوس لم يكن ليشارك في الدوري الأوروبي من الأساس لولا الكعبي؟ في الموسم الماضي كان الكعبي بطل دوري المؤتمر الأوروبي مع أولمبياكوس، حيث ساهم في 16 هدفا من أصل 19 سجلها الفريق، وكان السبب الرئيسي في تتويج النادي بأول لقب أوروبي في تاريخه. لكن المفاجأة الكبرى أن أولمبياكوس تعاقد مع أيوب الكعبي في صفقة مجانية تماما قبل عام ونصف. لم يدفع النادي أي مبلغ، لكنه حصل على أقوى صفقة في تاريخه، والسبب الرئيسي في هذا المجد الأوروبي: أيوب الكعبي ليس مجرد مهاجم، بل ماكينة أهداف، نجم الحسم، اللاعب الذي يرفع اسم المغرب عاليا في أوروبا. لكن السؤال هنا: هل سيظل الإعلام متجاهلا لما يفعله، أم أن الوقت قد حان ليحصل على التقدير الذي يستحقه؟ شاركنا رأيك في التعليقات. هل يستحق الكعبي الانتقال إلى ناد أكبر في أوروبا؟ وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك ليصلك كل جديد عن نجومنا العرب في الملاعب الأوروبية.